ورجعنا لكم تاني مع فقرة الدايت، وزي ما قلت لكم في البداية موضوعنا النهارده هيبقى عن مخاوف عمليات جراحة فقدان الوزن. ناس كتيرة جدا يمكن بتحتاج الأنواع دي من العمليات عشان تعرف تكمل حياتها، عشان تعرف تعيش، عشان عندها أمراض، لكن بيكون في مخاوف كتيرة جدا، وده هيكون موضوعنا النهارده. ضيفي هو دكتور محمد المصري، مدرس جراحة المناظير وجراحة السمنة المفرطة، كلية طب جامعة القاهرة القصر العيني. مساء الخير واهلا بيك يا دكتور. دكتور، في البداية كده يعني طبعا مصر كلها عارفة الأنواع دي من العمليات، بس عايزين برضو يمكن في فئة معينة ما تعرفهاش، فتدينا فكرة بس عن الأنواع دي من العمليات مختصرة كده يا دكتور. بصي، هو عموما باختصار كده هو احنا بنقسم جراحات السمنه لثلاث طرق. طرق اللي هي بقلل كميه الاكل بتاعه المريض، وطريقه اللي انا بقلل الامتصاص بتاع الاكل، وطريقه مختلطه بين الاثنين. الطريقه الاولانيه اللي انا بقلل الاكل اللي هي كانت عمليه التدبيس المعده، عمليه حزام المعده، التكميم، اللي هي دلوقتي برضو الناس ستيل بيقولوا عليها برضو تدبيس، ولكن مش هو ده الاسم الصحيح. هي اسمها تكميم معده. وفي عمليات اللي بتقلل الامتصاص، ودي عاده ما بنستعملهاش في مصر خالص. في عندنا عمليه التحويل المسار او التحويل المصغر للمسار، دي بتعتمد ان انا بقلل كميه الاكل وبقلل الامتصاص، لكن كلها تعتبر جراحه. كلها جراحه. كلها. طيب مين يا دكتور لازم يعمل ضروري الحاجات دي؟ بصي، احنا عندنا مقاييس بنقيس بيها اللي هي الطول والوزن، اللي في الاخر باخد منه معادله اللي هو معادله الوزن على مربع الطول، عشان اطلع حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم. المفروض ان معادله مؤشر كتله الجسم بتتراوح من 18.5 ل 25. ده البني ادم الطبيعي. يعني لو قلتها لنا بالبلدي كده يا دكتور، يعني مثلا واحد وزنه مثلا لو ست وزنها 160 160 سم، تمام، وزنها يبقى ايه؟ لو 160 سم هتبقى حوالي 62 كيلو، ده الماكسيمم. ده تلجأ العمليه دي لو بقت 90 كيلو؟ لا، ممكن تبقى مثلا 110. وطبعا قبل ما بتلجأوا العمليات يا دكتور بتحاول تعمل رجيم طبيعي الاول. لو ما كانتش عملت رجيم فهي لازم اديها فرصه الاول انها تحاول مره او اتنين. والله ما فشلنا في الكلام ده خلاص يبقى ما لناش حل غير جراحه السمنه. طيب دلوقتي حضرتك قلت انواع كتيره من العمليات، هل المريض بيبقى له الاوبشن انه يختار، ولا حضرتك مثلا بتقول له لا انت عندك دي وعندك دي؟ بصي، اختيار نوع العمليه بيعتمد على كذا حاجه. اول حاجه طريقه الاكل، بياكل حلويات ولا لا، بياكل وجبات كتيره ولا لا. بنقعد مع بعض وبنتكلم وبنشوف ايه طبيعه حياته، هيستحمل ايه من طرق العمليات، وبقول له انا رايي كذا. اخترت له مثلا عمليه هو رفضها، خلاص يبقى هو المسؤول ان انا هعمل له العمليه، بس لازم هيبقى يلتزم معايا ببعض الحاجات. لكن في اوقات ممكن تقول له لا ده ما تنفعكش خالص. مش هقول له ما تنفعش. في طبعا ده هو بياكل كميه حلويات شرهه جدا، لا هيبقى مش هينفع له مثلا حاجه زي حزام المعده، ينفع له تحويل مسار. يعني مفضل نسمع للدكتور، للاوبشن بتاع الدكتور. طب المخاطر يا دكتور لو حد فعلا محتاج يعمل العمليه دي وما عملهاش، ايه المخاطر اللي فيما بعد ممكن تصادفه في حياته؟ بص، هي مخاطر السمنه، مش السمنه مرض، ما هواش مجرد شكل. لا، انا في حاجات كتيره جدا السمنه بتأديها. اللي عندنا السكر، الضغط، الكوليسترول العالي، الدهون الثلاثيه، كل دي حاجات قاتله، مش يعني مخاطرها يعني تتعدى حتى خطوره العمليه. الام الركبه، الام المفاصل، كتيره قوي، كل الكلام. طيب بص يا دكتور، النهارده موضوعنا هيكون عن المخاوف، لان بص يا دكتور، اول ممكن واحد تبقى 120 كيلو وراجل 150 كيلو يرضى بنفسه، لكن ممكن هو يسيب كل الامراض اللي انت قلتها بس ما يخشش الجراحه دي. ناس كتيره بتكلمني يا دكتور، حاولت اطلع كل المخاوف اللي عند الناس، وحضرتك ترد علينا بمنتهى الامانه، تقول لنا فعلا لو خطر ولا لا. اول حاجه خالص، اول ما بيسمعوا كلمه بنج، لا البنج هيموتني، رايك ايه؟ بصي، التخدير دوره قوي جدا في العمليه. ولكن التحضير برضو للعمليه مهم. يعني انا بعمل فحوصات عشان معظمها عشان اشوف العيان ده هينفع يتبنج ولا لا. وظائف تنفس، هي دي كانت بتبقى اخطر حاجه من الحاجات بتاعت مرضى السمنه. لان كميه الدهون اللي على القفص الصدري بتقلل التمدد بتاع القفص الصدري. فكل ما بنعمل الفحوصات ديت وبطمن ان المريض ما فيهوش مشاكل، فخلاص بيبتدي يخش التخدير وما يبقاش فيه مشاكل. يعني ممكن يا دكتور في مريض ممكن تقول له لا ما ينفعش، بالظبط. فما تخافوش يا جماعه، اللي هينفع هيخش، اللي مش هينفع هيروح. طيب مشكله تانية برضو، رجاله وستات يا دكتور، لما واحده بتنقص من 120 كيلو تبقى 60 ولا الترهلات،
فهل لازم بعدها شد؟ يعني قول بمنتهى الامان. بصي نسبه كبيره جدا من العيانين بيحتاجوا شد، بس مش احنا يعني، هي عامله زي البالونه انا نفخناها ولكن هل ترجع بقى جلدها طبيعي؟ ده اللي هيختلف من مريض لمريض، هيختلف على طبيعه الجلد نفسه، الالاستيسيتي بتاعته او التمدد بتاعه، هل هيرجع طبيعي ولا لا؟ في نسبه مش قليله برضو انها ما بيحتاجوش حاجه، انما اكتر جزء بيحتاج هو الجزء بتاع البطن. طب دكتور، هل مثلا لو اثناء ما الواحده بتخس لو لعبت رياضه ممكن، ولا النتائج ما بتبقاش قوي؟ بصي مش 100%، مش 100%. يعني دي نقطه لازم يحطوها في الاعتبار، يا تقعدي كده يا بعد كده هتحتاجي نوعا ما، خصوصا في منطقه البطن الشد. بالظبط. طيب الترجيع يا دكتور، يسمعوا العمليه دي من هنا انا هرجع، انا هفضل طول حياتي ارجع، مخاوف برضه. قصه الترجيع بتختلف حسب نوع العمليه. يعني في عمليات الحزام المعده اقول لك وارده، ونسبه كبيره جدا برضو منهم بيرجعوا، ولكن عشان هم ما بيلتزموش بالتعليمات اللي الواحد بيقولها. اوكي. لازم امضغ اكلي كويس، لازم يبقى في طريقه للاكل عشان اتعامل مع الحزام ده. مع بقيه العمليات قصه الترجيع اقل بكتير. لكن لو حتى رجعت في مشكله؟ لا مفيش مشكله، بس هتبقى حياتها مش مظبوطه، فانا مش عايز العين يبقى واصل لكده يعني. لكن لو انضبطت باللي بتقوله لها ممكن في ناس ما. طب الترجيع ده بيفضل لمده طويله وبعد كده بيروح، ولا لو ما التزمتش هيفضل معاها؟ بصي في عمليه حزام المعده لو ما التزمتش هيفضل طول عمره معاها. طيب برضو ناس يا دكتور مثلا واحده تقول لي ما انا دلوقتي لو عملت العمليه دي ممكن اعالج امراض عندي، بس انا صحتي العامه هتبوظ، ما اصل دي عمليه وبنج ومش هعرف اكل. فالفكره دي مسيطره على دماغي، صحتي العامه ما انا مش هاكل كويس، فانا بعد كده مش هقدر اتحرك، هبقى بطيئه. في الفتره الاولانيه بعد العمليه ممكن يبقى وارد الكلام ده، احساس بالضعف شويه، انما مع مرور الوقت طريقه الاكل بتتحسن شويه، ببقى بتعرف ازاي تاكل، التورمات اللي مطرح العمليه في اول شهر بتروح، فالدنيا المفروض بتتحسن في خلال من ثالث شهر لغايه بقيه السنه يعني. طب هل يا دكتور انتوا لما بتخرج البيشنت من عندكم هل بتدوا لها نظام اكل معين ولا خلاص؟ بص انا بمشي العين بعد العمليه، وهو ده المتبع في كل الدنيا يعني، على 3 مراحل. بيمر بمرحله سوائل بعد العمليه، وبعدها مرحله اللي هو الاكل اللين، وبعد كده الاكل اللي هو يعني ما يضايقوش، اللي هو يعني يبقى بيهرسوا شويه بالشوكه، يعني بيمضغوا كويس، وبعد كده خلاص بتبقى حياته بعد الشهرين دول خلاص عادي خالص. طيب اثر الجروح، هل في اثر للجروح اصلا؟ في اثر للجروح، مفيش اي حد هيتجرح مش هيبان له اثر. اوكي. ولكن في فرق بقى بين ما اعمل عمليه عن طريق جراحه مفتوحه، هيبقى جرح 15 سم في وسط البطن، اما هيجي العين يشد بطنه بعد كده لو احتاج، هيبقى الجرح دوت هيضايق جراح التجميل جدا. عكس بقى القصه في المناظير خالص. في المنظار الدنيا مختلفه، هم 5 فتحات، كل فتحه من نص الى سنتي. طب وليه ناس بتشتغل مناظير وناس بتشتغل فتح بطن؟ تخيلا ان هي اسهل، وفي مرضى بيطلبوا الجراحه ويقول لك انا شايفه ان الجراحه يبقى شايف احسن. لا العكس، انا في المنظار انا بشوف احسن. العيان بيخرج بره من المستشفى تاني يوم الصبح، بيرجع شغله في خلال كام يوم، بيقدر يمارس حياته الطبيعيه تاني. يعني لسه في ناس بتعمل بجراحه فتح البطن؟ العدد قليل بس يعني ابتدت يعني فلو عملوا مناظير مفيش اي نوع من اي اثار يعني الاثار دي جروح مش باينه يعني. اوكي. طيب حاجه تانية يا دكتور، برضو واحده مره كلمتني يمكن انت تفهم اكتر لان انا ما فهمتش منها قوي، قالت لي انا بعد العمليه حصل لي نوع من التسريب. يعني ايه بقى؟ قلت لها بصي انا مش فاهمه النقطه دي قوي، خليني اسالك دكتور. بصي مشكله الجراحات السمنه ما عدا الحزام، هي مشكلتنا الاساسيه هي مشكله التسريب، ودي وارده بتحصل في اول 3 أسابيع بعد العمليه. عشان كده بنمشي العيان على سوائل لفتره عشان اطمن مطرح الدباسات اللي هي بتستعمل. يعني ايه تسريب؟ هيحصل ايه؟ يعني ايه تسريب؟ هيطلع من بطنها؟ لا، هيطلع من مطرح المعده او مطرح الامعاء اللي معموله فيها العمليه. اوكي. تمام. هيبتدي يطلع على داخل تجويف البطن. اوكي. يعمل التهاب بريتوني، وتبقى هي دي المشكله الاساسيه. اوكي. ليها تدخلات وليها حلول، وهي دي اخطر حاجه نقدر نقول انها لازم تخوف العيان وبتخوف الجراح، ودايما هو ده اللي عينه عليه في اول 3 أسابيع. طب دي ممكن نتجنبها زي ان نروح لحد كويس يعني؟ بالظبط. مفيش حل تاني. بالظبط. ولو حصلت برضو لاي حد بيتفرج علينا ليها حل؟ ليها حلول. بيحصل ايه؟ ممكن نركب دعامه عن طريق المريء بالمنظار الفم يعني،
وده بيقفل مكان الاخرام اللي بتبقى موجوده او الخرم اللي موجود في المعده، بس ممكن بتروح لوحدها خالص. بس هو مفضل ما يحصلش من الاول يعني. طبعا مفضل. طيب مخاوف برضو الرجوع في الوزن، يعني هتقولي انا هخش عمليه وبنج وكده، طب ما انا ايه اللي هيخليني ما انا هاكل برضو، مخاوف دي. الرجوع في الوزن ممكن يحصل في 10% من الحالات، بس مش عمره ما هيرجع للوزن التاني اللي هو اللي كان قبل العمليه. ممكن يزيد 10 كيلو ماكسيمم بعد العمليه، بعد سنتين 3 مثلا. انما هيكون نزل حوالي 70 او 80%. بس بمعنى كده يا دكتور ان العمليات دي عامل مساعد قوي جدا، بس احنا كمان لازم نساعد نفسنا، يعني ما هوش بقى قصه انا عملت اقعد. طيب حاجه تانية يا دكتور، هل اثناء ما انتوا بتعملوا الانواع دي من العمليات هل بيبقى في سكشن كده او حد بيتكلم عشان نفسيه المريض، نطمنه، مش هترجع في الوزن، كل حاجه ده مطمئن، هو اصلا مكتئبه لان هي زايده في الوزن، هل بتشتغلوا على النقطه دي؟ بصي المتابعه مهمه جدا. اوقات العيان يحاول ان هو يقاوم شويه النظام اللي احنا ماشيين عليه، او يحاول يتحايل شويه على العمليه. لازم الواحد يبقى متابعه، والدعم النفسي ده مهم جدا، يشجعه ان هو لا انت كويس، انت مش كويس. طب مين اللي بيعمل كده؟ حضرتك اللي بتعمل كده ولا بيبقى في ناس متخصصه؟ مشكلتنا في مصر اللي احنا ما عندناش دكاتره متخصصه للامراض النفسيه لمرضى السن. مفيش حد تخصص فيها، فغالبا اللي بيقوم بالدور ده هو الجراح. بس عندك صبر بقى تقعد مع كل واحده تواسيها، لان انا متهيألي النقطه دي مهمه جدا. ولو واحده فعلا قعدت معاها هتشجعها وتعملها، لان الخسسان مش سهل يعني مش حاجه سهله قوي. هو كمان العيان لما بيفقد وزن، لو لما بيوصل مثلا 60% من الوزن الزياده نزلهم، لا بيبقى حالته النفسيه اختلفت تماما. تماما. طيب ناس تانية برضو يا دكتور، بنات لسه ما تكونش اتجوزت وحملت وكده، تقول لا انا مش هعملها لان خايفه ما احملش، فهل لها معارضه او اي حاجه؟ هي سمنه مشكلتها الاساسيه بالنسبه للبنات انها ممكن تاثر كتير قوي على انها ما تحملش. لو هي كان ده السن دي كانت سبب انها ما تحملش، فهو مع العمليه الخصوبه اللي عندها هتتحسن، فرصتها على انها تحمل هتتحسن. القصه كلها ان انا دايما اقول للعيان لا مفيش حمل بقى في خلال اول سنه من العمليه عشان ما اثرش على الجنين اللي موجود، عشان صحتها العامه. عشان لا فتره نقص الفتره اللي هي بتنزل فيها بتنزل بسرعه جدا. فمش هتبقى كميه الاكل كافيه انها تغذي معاها طفل كمان. يعني لو حد اي بنت عملتها سنه بس وبعد كده ممكن تحمل كل حاجه. طيب الناس برضو يا دكتور اللي اصلا بيبقوا عيانين، يعني زي ما انت قلت هي دي حل للسكر والقلب وي بس هم بيبقوا متخوفين، يعني انا هخش بنج ازاي، ده انا عندي القلب، ده انا عندي السكر ده، فتقول لهم ايه برضو؟ لان في ست كلمتك عندها السكر تقول طب انا هخش ازاي، طب انا عندي مرض اصلا، طب ما انا خايفه من العمليه وهكذا. بصي هو دلوقتي الدنيا كمان بره اختلفت، الناس كلها بتتكلم ان مرضى السكر ومرضى الضغط يتعمل لهم العمليه حتى لو ما كانوش عندهم سمنه مفرطه، وبقت حل. يعني انا ممكن اعمل تحويل مسار لعيان عنده سكر وزنه زياده 10 كيلو مثلا. ليه كده؟ عشان يساعد لان هو المفروض ما ينزلش للوزن الطبيعي، لا هو المفروض ان هو ينزل اكتر عشان دي حاجه اسمها متلازمه التمثيل الغذائي او الايض، دي اللي هي مشكله سكر مع كوليسترول عالي مع دهون ثلاثيه مع ارتفاع في الضغط. يعني ممكن فعلا دكتور حد بس زايد 10 او 15 كيلو يلجأ الانواع دي عشان يحل مشكله مرض عنده. يعني بس الدكاتره بتنصح بكده. طب يا دكتور يعني انا قلت كل المخاوف اللي عندي او اللي الناس كلمتني عليها، في اي حاجه تانية برضو انت برضو بتقابل عيانين كتير وكده عندهم اي نوع من المخاوف حابب تقول عليها في النهايه؟ بص يمكن في حاجتين هم دايما اللي برضو بيخافوا ان هو ينزلوا عن الطبيعي. معقوله حد يلاقي اقول لهم ما تخافوش مش هتنزلوا عن الطبيعي ابدا؟ لا في ناس والله بينزلوا عن الطبيعي، بس يعني بنحاول ان احنا نلحقهم بقى اللي انت تدي كلي ازيد اسهل حاجه. طب وايه تاني؟ والحاجه الثانيه طبعا تكاليف العمليه. تكاليف العمليه اللي هي بالمنظار مش الجراحه. المنظار احنا طبعا مش عايزين نقول تكاليف، بس هي عاليه جدا يا دكتور. بصي هي مختلفه جدا من جراح لجراح، ولكن هي تقنيه المنظار تكلفتها غاليه جدا. هي دي بتبقى مشكله تاني للناس اللي طب اعملوا حاجه للناس اللي على قدها يا دكتور كده، علشان حرام واحده تبقى عيانه. بصي والله في المستشفيات الجامعيه بتتعمل يعني بتتعمل طبعا.
هو دكتور محمد بجد بشكرك جدا، يعني اكيد طمنت كتير من الناس، لان احنا مشكله السمنه طبعا في مصر وعالمنا العربي مشكله قويه جدا، وانا شايفه ان انواع دي من العمليات بقت حل وحل كويس قوي ليهم يعني كتير. بشكرك جدا يا دكتور بجد نورتني. هنروح لفاصل اعلاني ونرجع لكم على طول وفقره اكسسوار وبس.